السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا إخوان ديالنا، أصدقاء ديالنا ديال القناة ديال حسين بن العبيد فنلند. شكرا لكم بزاف. أول شيء تنشكركم على جميع التعليقات ديالكم اللي كديروا لنا في القناة ديال اليوتيوب. وكذلك أنا دائما كما كنقول كالعادة، دائما كنحاول ما أمكن أنني نجاوب معكم ونجاوبكم على الأسئلة ديالكم، ودائما كي تشوفوني تنكتب وتنرد عليكم. إذا على كل حال خوتي، الموضوع ديال اليوم هو فيديو باش غادي نرد. إذا مرة كندير فيديو على برا، مرة كنرد لكم على الأسئلة ديالكم. إذا الفيديو ديال اليوم أخوتي هو الفيديو ديال أنني غنردكم على ديك الأسئلة ديالكم اللي كتسولوني، الأسئلة اللي كتسولوني ديال حسين أنا غادي نجي، حسين أنا راني غادي نجي لفنلند، نتوما غادي تجي لفنلند. شوف أخويا، خلينا باش نكونوا صريحين. أي واحد تيقول مثلا، بعض الناس تيقولوا خويا هاد البلاد ما عطاتناش، هاد البلاد ما دارتناش، هاد البلاد كيعنيو المغرب، وكينوضوا وكيبقاو مثلا يهضروا على البلاد بأنها راه والو زيرو. فأنا غنقدر نقول لك أخويا الجواب. تقدر أنك ظنيتي بأنك في أوروبا غادي دير مستقبل، بأنك إلا ديك البلاد اللي ما عزيتيش بها نتايا ما كبرتيش بها، فتقدر تقول أن هذيك الذنوب ديالها يقدر يخرج فيك. تقدر أنك تظن بأن راه أوروبا خير من المغرب، وتخرج وتجي لهاد البلاد، وتقدر أنك مسكين ما تعرفش تعايش وما تعرفش تعيش، وذلك لأن أوروبا ديال شحال هادي ماشي هي أوروبا ديال اليوم. أوروبا ديال اليوم تيخصها تكون فيها تجربة كبيرة، والأغلبية ديال الناس اللي جاو هنا لأوروبا كاين اللي راه تعيش مازال عادي كما أنه راه في المغرب، وكاين اللي راه مسكين خدام على راساتو وراه تيتقاتل مع الزمان ومع الوقت وراه داير شي حاجة، وكاين اللي راه جا لهنا ولا مشومر أكثر ما أنه كان في المغرب. على كل حال حنا غادي ندوزو مباشرة للجواب، باش غادي نجاوب عليكم. انت خويا اللي غادي تخرج كتقول غادي تجي، انتم اغلبيه الناس كاين اللي كيقول لي غنجي خويا لعندك لتما، كاين اللي كيقول لك غادي نجي لتما. اذا انا كنقول لك قبل النصيحه ديالي لاي واحد قبل ما يمشي لاوروبا، اول حاجه خويا ديما كون بحال واحد الجندي تتعرف واحد الطريق ديالك اللي غادي تاخذها، كما انك راك غادي لواحد الحرب وغادي لواحد العالم جديد، واحد الحياه جديده، وواحد التقاليد جديده، وواحد الكولتوري جديده، فهمتي؟ وانك خارج تكون حربي. ديما خصك تكون مبرمج اخويا فين غادي تمشي. اغلبيه ديال الاصدقاء اللي هما تيهضر معايا في اليوتيوب كانه راه دابا غادي يجي لاوروبا، راه عنده الدار واجده، راه عنده ما ياكل، عنده فين غيشرب، عنده فين غينعس، عنده فين غيمرض، الا مشى تمرض عنده الدواء، كاين السبيطار، كاين الدكتور. فعلا اخويا، اسمع اخويا نقول لك، انت اللي غادي تجي اول حاجه برمج اخويا فين غادي تجي، عند من غادي تجي، فين غتجلس، فهمتي؟ انت اللي غادي تجي تقلب على خدمه. فعلا يمكن لك اخويا تجي، الرزق راه بيد الله. انا دائما كالعاده كنقول لكم الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. تقدر انك تجي وتقلب على خدمه ويسهل عليك الله، ولكن اللي غادي يجي غير هكا باغي غير يجي، اذا انت اول حاجه قبل لا تجي خص تكون عندك شي مهنه، تكون عندك شي دراسه، شي نيفو عالي، شي مستوى عالي، تكون عندك شي تجربه في الحياه، ولو انك مسكين ما عندك دراسه، ما عندك مستقبل، ما عندك قرايه، ما عندك زهر في الدنيا، تكون عندك على الاقل واحد تجربه في الحياه، واحد التجربه على انك نتايا راك خدمتي في شي بلاصه قباص، جيار، في البني، في الحديد، في الصباغه، في الضوء، انك عندك شي نيفو، فهمتي اخويا؟ هذه اول حاجه باش تجي. ثاني حاجه خصك تقصد تعرف انت فين غادي. انا اللي غادي للحرب، اذا خصني نعرف كيف الطريق اللي غادي نسلكها باش غادي ندخل لهذه المعركه هذه. انت خصك تعرف عند من جاي، انت فين غادي، واش داير شي دار، كاري شي دار، موجد شي بلاصه من غادي غير تجي. اغلبيه كتشوفوا خوتي الكلمه اللي كنقول لكم انا راني غادي نجي لتما، غادي تجي لتما عند من، فهمتي؟
اذا كون اخويا عندك شي واحد شي صديق، ولكن اسمع، ماشي الاصدقاء اللي كيوعدوكم اخوتي. هذه النقطه اللي بغيت نتكلم فيها. ما يهمكش يا خويا المغربي واختي المغربيه ولا اخي اللي غير مغربي وغير هذا، ما يهمكش واحد الصديق جا للمغرب، جا عطله للمغرب، ويكون صديق ديالك كاع، يكون ولد عمك، يكون كيما بغا يكون. كيبقى اغلبيه ديال لي زيميغري، وانا خوتي كنبغي الناس ديال الداخل والدراري مساكن اللي باغيين، اللي عندهم واحد الميول انهم يساعد عليهم الله في الخارج. ما تثيقوش باي واحد جا من الخارج تتهضر معاه تتقول له خويا انا غادي نجي لتماك، تيقول غير اجي غير اجي، مرحبا بك غير اجي. وهذيك الكلمه ديال غير اجي غير باش يتفك منك، تيدير لك خاطرك، وعارفك انت اللي جالس معاه شكون هو انت، واش عندك مستوى باش غتجي، واش عندك نيفو باش غتجي، واش عندك فيزا، واش غتحصل ولا ما. هو عارفك انت، هو ديجا قاري القوانين هنايا. اللي كياخذ الفيزا هو اللي تيكون خدام، واللي كيكون خدام مع الدوله، موظف عنده مدخول شهري، عنده شي حاجه، فهمتي. وتاديك اجي راه ثق بيا خويا، الغربه راه ماشي هي، راه ماشي هو المغرب. انا غنرجع لهاد النقطه هذه من جديد. المغرب راه الناس مازال مسكينه فيه كتكرم، مازال الناس تتحن، مازال الناس يعطيوك الماء، يعطيك الماكله، يقدر يدخلك عنده للدار تنعس، يقدر يشوف من حالك، يقدر يعاونك، يقدر مسكين عيب والعار تجي لباب الحومه وتجلس تماك والجوع والناس ما تخرجلكش الماكله. عيب والعار تبات بالزنقه والدري كيجيوك على الاقل واحد الصديق مغربي يقول لك دخل اخويا نعس عندي هاد الليله ولا جوج ليلات، ما يسهل عليك الله. يخرج لك بنادم انت اللي عندك فين تنعس، يخرج لك مسكين كاشته، يغطيك بكاشته، يدخلك ميكا، يدخلك لشي بلاصه يطلعك كاع للسطح تنعس الى ما لقى فين يحطك. في المغرب يقدر مسكين يموت معك، وهذا الجود والكرم ديال المغاربه، فهمتي. هذا الجود والكرم. ولكن اخويا في الغربه يكذب عليك الكذاب. شي ديك اللي كاينه فوقهم، ديك لي زيميغري اللي كيدخلوا عندكم المغرب في الصيف، كيدخل داير سويك، كاين المراه ودير كويطمه جديده وشورت وسيفيطمه، ودير واحد الخمسينات ديال الايرو ملويهم وديرهم هنا تحت منه باش كيغويك، وكيبقى يقول لك اجي عندنا لفرنسا ندوك تخدم، اجي عندنا لهولندا نديوك نشوفوك. راه تيكذبوا عليكم، ما تثقش بهم اخويا. ديما اعتمد على راسك، وديما توكل على الله سبحانه وتعالى، وقصد الى غتقضي اوروبا. اذا على كل حال نرجعوا من جديد، انت خويا خصك تكون مبرمج واحد المكان اللي غادي تمشي له. ثاني حاجه خويا، ما يمكنش تجي لاوروبا وتجيب جيبك خاوي، خصك يكون عندك واحد الجدريه باش كتبدا مسكين في الطريق. راه غادي تكون نقولوا كاع انت مسافر داخل بالفيزا كاع، انت قاطع في الباطو، باش غتقطع الباطو، وباش غادي تاكل في الباطو، ومني غتخرج من الباطو فاش غتركب، ومني غادي تركب فين غادي تمشي. الا كان هاد خينا مثلا دخلتي على اسبانيا وغادي طلعت لفرنسا، باش غتركب فين غتطلع، فهمتي. فين ومني غادي توصل عند هاد الانسان هذا، راه ماشي هاد الانسان راه غتلقاه هو اللي غادي يهزك كاع، راه كيعاينك غير انت تجي، وراه عارفك عازق ما عندكش، عارفك التالية. خاصك يكون معاك واحد الجدريان، معاك واحد شويه ديال القرطاس باش كتضرب وكتحارب. رابع حاجه اللي غادي نقول لك اخويا المغربي هو انك تكون ديجا موجد شي خدمه، ديجا موجد شي خدمه، موجد شي حاجه، فهمتي. ولا عندك شي واحد اللي غادي يديك لشي خدمه تخدم، فهمتي. لان راه الالاف جالسين في ديك البلاد بلا خدمه، انت مازال تجي مسكين نوف وما كتعرف لا الطريق لا الاتجاه اللي غتقبض لا هذا. ثالث حاجه وجد راسك اخويا المغربي، راه يقدر مسكين تمرض، تقدر يتمرض، تقدر انك مسكين طلع لك السخونيه، طلع لك الحراره، فين غتمشي للسبيطار ما غياخذوكش، السبيطار ما غياخذوكش، غادي تدخل مسكين عليك ديك الحمى، ديك الحراره 40 39 دخلتي عليك، فين غتمشي للسبيطار ما غياخذوكش. تقدر تمشي لواحد الفارماسي باش تشري شي دواء، ولكن خصك تكون معاك جدريه، فهمتي اخويا. رابع حاجه نسى اخويا المغربي بان عندي ولد خالتي، عندي ولد عمتي، عندي اختي مجوجه، عندي خويا راه هنا كيجي. راه الا كان خوك ظريف تقدر تكون مرتو ما ظريفه، كانت اختك ظريفه يقدر يكون راجلها ما تيبغيش الزايد، فهمتي. تقدر اختك مجوجه بواحد هو اللي هو ولد هاد البلدان، اما فرنساوي اما بلجيكي وما عندوش مع الزايد، هما راه ما عندوش مع الزايد، فهمتي. تقدر انك تكون خوك مجوج ومرتو تكون قاوريه، والقاوريه كتعرفوا اخويا راه ما عندهاش مع الزايد في الدار، ما يمكنش تجي تجلس ان جور دو جور تروازيام جور غتقول لك راه يقول لخوك يخرج، مال هنا مضيق علينا جالس معانا، راه داخل خارج كيوقعوا مشاكل، فهمتي. تيوقعوا هذا راه نسى ديك بلا راه عندي خويا وعندي ولد خالتي وعندي اختي وعندي ولد عمي، فهمتي. وراه عندي عمي وعندي خالتي، هذيك الشيء راه غير الهضره، ديك الشيء راه كيتسالى ما تيبقاش. خصك فعلا تكون مأكد من ديك الشخص اللي انت غادي تجي عنده للبلاد وغادي تجلس عنده وعارف راسك غتاكل. اما خويا راه غادي نقول لك الامور اللي غادي تتعرض لها، راه غتقدر تتعرض
للجوع، تعرض للقهرة، تعرض للحقرة، تعرض للكلام ماشي زوين، تعرض انك تكره في الحياة ديالك مع الناس، تشوف السم ديال المسلمين، تشوف البغض ديالهم، تشوف الكره ديالهم، فهمتي؟ تشوف السم ديالهم، تشوف العنصرية ديالهم، تلقاها في خوتك المسلمين اللي هما عرب بحالك بحالو ولاد بلادك، فهمتي؟ تقدر انك توصل وما عندك لا ريال لا جوج وتدخل لديك المدينه وتجي لديك البلاصه اللي تقول انت اهلا السلام عليكم المغاربه، تلقاهم المغاربه غير خوتك هما جالسين في ديك القهوه مجموعين، وانت تدخل وتجي تقول لهم السلام عليكم وتشكي عليهم وتبدا تشكي عليهم تقول اخويا انا جيت جديد راه يقول جيتي جديد وي مرحبا، جلس اخويا راك جالس، قلت راك جالس انت جيتي جديد وتقول انت مين انت، راه هادو هما اللي غيهزوني، هادو هما اللي كيدخلوا في الصيف كل عام، وي سافا بيان ميرسي ويو دودو سافا جدان ماروك البلاد لو بلاد، ديك راه غير هضره، هذيك راه غير هضره خويا، ما تثقش بديك الشيء، ديك راه غير الشعارات، تدخل عليك بشي طوموبيله كيوقف عليك وي بونجور مسيو وي اون فران وي بلجيك هولندا نعم سوي حنا، هذيك الهضره، هذيك الهضره، وحق ربي العلي علي. نقدر نقول لك واحد اللي غادي يهزك هو مسكين اللي دايزه عليه وجاي لهاد البلاد وتماره وجلس فيها مسكين، جلس ودوز دازت عليه تماره وعارف بحر التماره وعارف مسكين بالجوع وعارف بالحريق وعارف بالبرد كيضربك، وانت مشيت تحت الصنادق ديال الزبل مخبع فيهم، تحت شي دار والشتا كطيح تمشي لشي بلاصه وكتهرب من القنت للبوليس وكتدخل، هذاك هو الانسان المسكين اللي غادي يهزك، اللي غادي يحن عليك وياخذك، فهمتي؟ وحنا كنقولوا الامور اللي هي نيجاتيف غتعرض لها خويا، راه غتعرض لاي حاجه اللي كتوقع انت ما كايناش في اوروبا، راه هي اللي غادي تتعرض لها وغتكرر فيها. الا انت كتقول هاد البلاد ما عطاتناش، المغرب ما عطاناش هاد البلاد، ما دارت لنا ما والو، فحمد الله اخويا، تنقول لك اخويا هي اوروبا مرحبا، دخل اوروبا تقاتل حربي، تقاتل على طرف الخبز، دير اللي درتي باش تحصل على طرف الخبز، ولكن راه ماشي ساهل ديك الطرف ديال الخبز غتحصل عليه، راك غادي تكره وتموت، ولكن ديك البلاد اللي كتحقروها يا خويا غالبيه تيبقى انا بعدا ما تنبغيش شي واحد يسب البلاد يقول لي هاد البلاد ما عطاتناش، فهمتي؟ هذيك البلاد فعلا كتعطي، ولكن اخويا كاين شي ناس اللي هما ما قراش، واش هاد البلاد ما عاطياش ل 40 مليون كلها؟ انا حشومه انا تنقول اخوتي البلاد راه عاطيه، راه كاين مغاربه تبارك الله دايرين مستقبل، حنا كاع مشينا للمغرب وما بناش مع الناس، والله ما بنا معاهم في الفلوس، والله ما بنا معاهم في الحديد، والله ما شفنا فيلات للناس فين ساكنه فيلات وساكنه في ديور ساكنه، وعاطيني شفنا الفقر وشفنا العاده وشفنا المصيبه وشفنا مساكن الجوع الناس ميته وشفنا مساكن الناس عاوتاني مدمره ومهرمره، ولكن راه هادو كل مجموعهم في المغرب راه خويا راه غادي يحنوا فيك في المغرب، فهمتي؟ غيحنوا فيك، والله اخويا نشوف غير هاد شهر رمضان اللي كنشوف ديك الخير اللي كنشوف في المغرب دابا غير في رمضان، ديك التراويح وديك الخير وديك الصدقات وديك الناس كيف فرحانه وديك مراكش الناس شاخده بالليل ومساكن في باس الناس ديال مجموعين في شي جريدات كيضحكوا وكيلعبوا، والناس في الدار البيضاء شاغلين والناس هنا والناس هنا، والتراويح والدين والفقر والضحك والنعيم والجنه والرخاء والماكله والمأكولات والخير، هذيك الشيء راه ما تلقاش هنا في اوروبا، راه كلشي كيسد عليه الباب، سد بابك سد بابك، شي وحده تقول لا واحد الدري مسكين مغربي، شي واحد تقول اخويا واحد مغربي مسكين راه جا مسكين ما لقيتو مسكين لا قلت يلاه بحال شكون قال له يجي لهنا ولا هادو هما المغاربه ديال هنا، هما هادو المغاربه ديال هنا، راه يضحك معاك ويقول لك لاباس يا خويا مرحبا جيتي جديد كذا وخلاك في الشارع، وهذه راه طرات، واحد مغربي جا لهنايا وجا لواحد القهوه كبيره معروفه في هلسنكي، السلام عليكم، لقى المغاربه جالسين تماك غير هما السلام عليكم انا خوتي راني خويا حارق راني خويا بوحديتي ما عنديش ما خويا هذا تيقول سير للجامع هذا تيقول له سير لهيه هذا وهادو كاين شي وحدين ساكنين غير بوحديتهم، غير بوحديتو ساكن تنعرفهم انا، وكنقولها هو يديه ميبات ما داوش مسكين في الليل مسكين دزت انا تماك في ديك المنطقه غير جير واحد البلاصه وحطيت لقيت بنادم واقف بوحديتو السلام عليكم وعليكم السلام اخويا انت اللي كنت يا مالك يا فين ما مشيتش معنا اخويا قال لي لا اخويا مشاو بحالهم وخلاوني، وين في هاد الشتا وهاد البرد اخويا قال لي انت كتشغل غير الكاغيط تحت في الكاغيط وشي مي كنديرها عليا اولي قلت له اخويا راك غادي ساهله، فهمتي؟ على كل حال تتوريه من بلاصه فين ينعس قلت له اجي انت غدير جيت معاه جيت معاه انا نوريك فين تنعس، انا عندي عائله وعندي وليدات وعندي الدراري الصغار كنفيق في الصباح عندي الكبار عندي البنيتات الكبار عندي مولاة الدار عندي لا نزيد لا نزيد هاك الفلوس المطار ديال الطياره هو
هو بلاصه فين غادي ينعس، فين غينعس مع راساتو تماك دوز السويك على ظهرك بحال هكا راك مسافر ياك، دير سويك على ظهرك، طلع للمطار ديال الطياره، دخل للمطار ما تيخرجوش فيه، هذاك المطار ديال تنقيب، دخل تماك دي بلاصه كي بحال غادي تشوف بحال هذا وشي شي بايط حط الساكك ونعس، نعس تما. كاين حاشاك الفيسي، كاين المسجد الجامع، كاين هذا، طلع تماك وهاك ودي معاك ماكله من الشوب من هنايا، سير قال لك الله شري ماكله وشري هذا ودخل للمطار ونعس تماك، نعس تماك. وغدا في الصباح هبط بحالك، راه الطوبيس ديال المطار بلا فلوس، هبط فيه حتى للمدينه وحطو ونزل بحالك وسير براسك. هذا هو اللي كنقول. اما خويا في اوروبا فهمتي، انت اللي كتظن فهمتي ما خطر في بالك كل شيء بعكس ذلك. انت اللي كتدرس بانك غادي توصل اوروبا غتولي غادي في الزنقه وكتضرب في الحيط كيطيح الفلوس، فهمتي، غادي وكتلقى الفلوس، غادي وكتلقى الخدمه، غادي وكتلقى العيالات كيقول لك اهلا اهلا اجي تزوجنا اجي تزوجنا، هذيك راه الكذوب. غادي وكتلقى الخدمه راه الكذوب، فهمتي، غادي وكتلقى الوراق اللي غدير لك، عندك الظن بانك راه القوريه مثلا كتبغي اجنبي، راه نسى الا وإلا شي وحده ربي معاكم، اما والو كيديروها كيدوزو كيمشيو بحالهم. ما تظنش بان راه كاين هنا المغاربه غير كيساعدوا هذوك الوجوه اللي كيعطيوها الوجوه كتقلب كيدخلوا للمغرب وكيبقاو يعطيوكم وجه، راه ماشي ديال ديك الشيء غير الهضره. اذا هذه هي الامور اللي بغيت نقولها لك اخويا ولد بلادي. دائما انا كنجيب لكم الامور الحقيقه، تنجلس باش نتعاود معكم بحال واحد خوكم الكبير، وتنقول لكم الامور اللي هي اللي ما غتوقعوش، كتقول ما غيكونش، ما هو اللي غادي يكون، فهمتي. داكشي اللي كتقول نتايا راه انا غادي نخرج نقطع من المغرب وغادي غدا غادي نعيط لهم نقول ما يا راه فيراري داخل دار داكشي ينساه. على كل حال اعطي القيمه لراسك، اعطي القيمه لبلادك، اعطي القيمه لولاد بلادك، فهمتي، اعطي القيمه لولاد، اعطي القيمه لبلادك، الخير ديال بلادك ما تنكرش، فهمتي. اعطيو القيمه لبلادنا وكبروا بلادنا، ربي يكبر بكم وكبروا بالمغرب. شوف سروا راسكم، واللي مكتب لك الله هو اللي غادي يكون. انت الا جيتي غير اوروبا، علاش تنقول انا اللي خرج اوروبا تقاتل، راه حنا ملي جينا لهنايا وراه حنا تقاتلنا يا خويا، راه باش دير وراقك وتطلع وريقاتك ودير وليدات وتزوج راه عاد دار، وراه في الغفله، راه في الغفله، شي دراري جاو في الغفله كلهم دايرين. ولكن اللي جا دابا جديد راه مسكين جالس، راه 7 سنين 8 سنين ما مجوجش، 4 سنين 6 سنين 8 ما مجوجش، اللي معاه الله وجابتو شي وحده معاه من البلاد مجوجه به. اما اللي جا لهنا ما مجوج راه مازال ما مجوجش ومازال ما دارش الوراق، وقليل اللي كايدير الوراق، قليل اللي تيخدم، واللي معاه الله هو اللي كيدير الخدمه. اذا هذا هو الجواب على دوك خوتنا المغاربه. اش نقول لكم اخوتي، برمجوا، توكلوا على الله، عز براسك، عز بلادك. ديما انا تنبغي بلادي، تنبغي المغرب، تنبغي الوطن ديالي، تنبغي ولاد بلادي. انا ديما معكم بحال واحد خوكم، تنعاودكم غير الحقيقه، الامور ديالي انا ملي تنهضر صريح معاك، ما تنبغيش فهمتي. انا ماشي من ديك النوع اللي انا خير ديال بلادي، انا ماشي وليت راجل تجيت لاوروبا، بالعكس اخوتي اسمعوني اخوتي المغاربه، عطوني عقلكم، انا راجل من المغرب، انا تكرفست في المغرب والرجوله ديالي من المغرب، وكبرت راجل وضربت التماره في المغرب، باش جيت هنا اوروبا عاد ضربت التماره عاوتاني وكملت الحياه ديالي. انا ماشي هكذاك، انا ما كنكرش الخير ديال بلادي. ديما المغرب، عاش المغرب، عاش بلادي. ديما شعارنا الله الوطن الملك. شكرا لكم، ديروا معنا سبسكرايب الخوت، ابونيو معنا، بارطاجيو معنا الفيديوهات ديالنا، الله يعطيكم الستر. اللي شاف هذا الفيديو هذا الله يعطيكم الستر، شاف هذا الفيديو تاع اللفه بارطاجيه في عندك في شي بلاصه، بارطاجيه وديروا لايك وابونيو معنا في القناه. وشكرا لكم بزاف، السلام عليكم.